المعرض اللي عم فكر اني اعمله السنة الجاية حابب اني اعرض فيه المجموعة العظيمة اللي موجودة عندك. عابد انت وعدتني بهالشي، اوعك تكون نسيان. انا عندي شرط واحد، انه الانسة صفية لازم كمان هي تشارك بالمعرض. اكيد بشارك بكل سرور. على اللي صار بعد نص ساعة لازم شارك باجتماع مهم. بدي منكم انكم تسامحوني، انا لازم روح على الاوتيل فورا وغير ثيابي مشان الاجتماع. بشوفكم بعدين. حضرتك ما حتشارك بالحفلة؟ شو هي عزيمة؟ لا مجرد فضول، انا ما عم فكر روح على الحفلة. طالما حضرتك مانك رايحة فالحفلة ما بتعنيني ولا بتهمني. لا تقول هيك، أجمل نساء أوروبا رح تكون بهي الحفلة. ما بعتقد، طالما حضرتك موجودة قدامي هلا. صحيح أنا مبسوطة بحكيك الحلو، بس أنا صار لازم أقوم. بتشكرك كثير على العشاء. هذا شرف كثير كبير إلي. تصبح على خير. وأنت من أهله؟ حاضر بسرعة. اللي في شي مشكلة؟ ضليت من دون سيارة. بعد دقنا زبطت الموظفين. مستحيل يكونوا كل هدول هيك صدفة. رح أعترف لك، هاي الصدفة مقصودة لتوصليني على الأوتيل. شكرا كثير، أنا مديون إليك. على ما يبدو رح تضلك مديون لإلي كثير، لأنه سيارتي ما بتخرب بسهولة. طيب فيني ادفع ديني بفنجان قهوة؟ الحقيقة تأخر الوقت، بس كثير حابة أشوف المجموعة اللي كثير مدح لي إياها ديغنيس. تفضل. تكرمي خانم. أهلا وسهلا. مشتاقة لاسطنبول.
ليش انت من امتى ما رحتي على اسطنبول؟ صار لي فترة طويلة. ممكن اسألك عن السبب؟ هاي اللقطة كتير حلوة بس بصراحة إضاءتها غلط. ماشي، وصلت الرسالة. ما رح ندخل بالمواضيع الخاصة. وقت اللي ما بتيجي نحن بنيجي لعندك يا عبد الحي، وما بتستقبل الضيف كمان؟ لأني ماني صاحب البيت هون. ضيافتك انتهت يا عبد الحي، صار الوقت لحتى ترجع على بيتك. أنا ما عدت بحاجة لا للبيت ولا لإلكن. الشايب حابك تكون مساعده، المجلس جديد اكتمل. بالنسبة لإلي بعد ما مات مراد ما بقى في شيء اسمه مجلس. بس مراد على مدار ما عم يفكر مثلك. حابب نوصل لك هاي الوصية اللي ترك لك اياها. الشنطة فيها كاميرا من الطرفين، لا تخاف كل شي بيلتقطوه نحن حنشوفه. شغلتك انك تعطي الشنطة للزلمة وتطلع. ما رح نبدأ العملية الا اذا طلعت. ما رح نخاطر بحياتك، لا تقلق. الماركر جاهز؟ بدي تشلح جاكيتك. أنا رح أدهن عليها مادة كيماوية شفافة. رح تساعدنا مشان نميزك وقت اللي منراقبك بالأشعة تحت الحمراء، اللي رح يوصلك على مكان اللقاء. رفيقنا طلحت. وبعد هيك رح تكون لوحدك، بس لا تاكل هم، حنكون معك بكل خطوة. وهني ما رح يعرفوا إنكم عم تراقبوني. لا تاكل هم، ولا رح يحسوا بأي شيء. تفضل. شو جاهزين؟ عم يتم الاتصال مع اسطنبول. النظام جاهز. ايه تمام.
فيكم تبلشوا. امشي من هون. جبت سائح تركي وبدي حصتي. بيطلع لي حصة من البقشيش الكبير. بس الليلة ما في. يلا بعد من هون يلا. لا تصر اكثر من هيك طلحة رح تنكشف. اتركهم. حدا بيتصرف هيك مع الزباين؟ قلت لك ارجع. يلا امشي من هون يلا امشي. شو عم يصير؟ لكن شو عم تسوي؟ بلشت العملية. عم ياخذونا برا. نتحرك فورا. طلحت رح تلحقون. اي نورة، عطينا الاحداثيات من الGPS. رح نراقبهم عن بعيد. طالما وصلت لهون لعندي معناها عندك شيء.
بس مشان تطلع من هون رح يلزمك أكثر من أصدقاء. قل لي شو بدك مني؟ جبت لك هدية كبيرة. بالمقابل بدي منك تقتل الشخص اللي رح يجيب لك مصاري مشان يقوم. شو فكرني قاتل مأجور؟ أنا بحرقك مع مصاريك. أنا رح أطلع من هون إيد من قدام وإيد من ورا، وأنت بدك تعمل اللي طلبته وتقتل الشخص اللي رح يجي لعندك بعد شوي. وكيف رح يتم هذا الشيء؟ وقت اللي رح تشوف الهدية اللي جبت لك إياها رح تعرف. المصاري كانت ضمانة لحتى يوصلوني سلمك لعندك من دون وجع راس. الشنطة ممكن تبقى روق. عدت 10 أشخاص واثنين موجودين ورا أكيد. انتوا خدوا مواقعكم. انتبهوا منيح، هاي البناية مبنية من الحديد. أنت عندك مليارات الدولارات، ليش عم تخاطر بحياتك؟ لزيدهم أكتر. الروسي رح يخليك تربح أكثر مني. أنت اللي بدك تربحني. أنا ما رح أتحمل شوف 2 من أتراك بيوم واحد. شو ما رح تعط مصاريك؟ أنا أخذت المصاري كاش. شو اللي عم يعملوه هدول؟ بدهم يقتلوا لمراد. شامل خبرني عن وضعك. قدرتوا تكشفوا لمراد؟ كاشفين، الأهداف واضحة، جاهزين نضرب. هلا كتير منيح.
في شخص فات لجوا. عاكف انتبه، رح يوصل لعند مراد. تبعك بإيدي، رح تصير من حراس المعبد. لازم تتعود على كل هدول الشغلات. ادخل. أهلا وسهلا فيكم. أهلين فيك. شكرا لك. تفضلوا. كيف كانت زيارة حضراتكم يا ترى على واشنطن؟ مثل كل مرة بنرجع على كردستان معباين وعود. كوني بعرف هذا الشيء، أنا حابب أقدم لكم عرض ما رح تقدروا ترفضوه أبدا. مجموعة أرينا جاهزة تعرض عليكم رقم أكبر من اللي انعرض مشان استثمار النفط والغاز بعد موافقتكم بكل شمال العراق. نحن بنعتقد انكم بتعرفوا منيح انه مراد ما عنده قوة سياسية ولا عنده مكانة بالمنطقة ليأمن المستوى المطلوب من هذا التعاون معنا. هذا الشيء رح يكون كتير كبير عليه. اسمعني، مراد خلص من هلا ورايح صار منا. القوة السياسية والاقتصادية اللي خلف مراد بالمنطقة وبراتها هي نحن. كنا مفكرين انه في بينكم وبين الدولة التركية مشاكل كتيرة، بس على ما يبدو طلعنا غلطانين. بالنسبة إلنا ما عندنا مشاكل مع أي دولة، بس الدولة مو ممكن يكون عندها إلنا إلا الطلبات. علاقتنا مع الدولة التركية بأعلى مستوياتها، ونحن حابين نواصل تعاوننا مع الشركات يلي أخذت موافقة. وهذا الشيء كتير مهم مشان أهدافنا الاقتصادية والاستراتيجية تتحقق. إذا عشنا مشكلة مع الدولة التركية ممكن يوقفوا فيها ضخ النفط والغاز. وقتها ما راح أقدر أقدم للشعبية لا شربة مي ولا لقمة أكل، وهذا الشيء راح يؤدي لكارثة كبيرة. انتو بعدكم مصدقين لهلا انه فيكم تنقلوه عن طريق تركيا من دون ما نكون نحن رضيانين عن هذا الشيء؟ كونوا واثقين انكم لا انتو لا الدولة التركية بتمتلك مثل هيك قوة. غير هيك الأراضي التركية مانا البديل الوحيد. من الممكن نخلي هي الأراضي هون تحت إمرة قوات المنطقة. منقسم كل المنطقة. رقابة الأراضي اللي بهي المنطقة كلها بتكون معنا. وانت برأيك تركيا رح تضل عم تتفرج على هالشيء؟ مستحيل يوافقوا. مين مخلي الأمور مستقرة بتركيا بقصد لحد هذا اليوم؟ تركيا في عندها مشاكل كبيرة
وباللحظة اللي حيرفضوا رح يتم تحريك مشاكل القوميات اللي جوا وعم بتفكر بحقوقها، وما عاد تركيا ترفع راسها وتتطلع باتجاه يلي عم يصير على حدودها. كل الشغلات اللي رح اتركها انت اللي بدك تكملها. وصيتي لإلك ما تترك الختيارية حتى آخر نفس فيك، وإذا اضطر الأمر افضيه بروحك. سكر الباب واطلع، ماني حابب شوف حدا هلأ. مالك قدران تلاقي مكان منيح لتتخبى؟ ما عاد فارق معي أي شيء. ولا حتى اللي قتل رفيقك كمان؟ مين يلي قتل رفيقي؟ انتي بتعرفي؟ في بإيدي CD، بس المشكلة مغطين وش القاتل. حطي بدل هداك الوش اللي بدك اياه، حطي كل واحد اشتغل او اللي عم يشتغل لحساب الختيارية، واول شي حطيني انا. وهيك انحل كل شي وقت اللي انزويت هون؟ نسيت كل شي؟ لكن خليني ابعت لك بابا عمر وماما نازك وهن كمان خليهم ينسوا. انتي بس تنتقمي رح تقدري تنسيها ترى. رح يبقى بالماضي حضرة المدعية. على القليلة رح يبرد قلبي. انا ما صفي عندي قلب ابدا، لا عاد تزعجوني بقى، اتركوني. حسين حابب ادخل الغرفة الجوانية. بعرفه انه السيد متى ما بيهمل اصحابه كل هالمدة هي. يا اما صار عندك اصحاب جداد، يا اما طلعتنا من قائمة الاصحاب تبعك، مو هيك؟ اذا ما جبت لهم لاصحابي هدايا تقيلة ما فيني مر وشوفهم، هالشي عيب. كسب الصداقة تبعي، رح يكسب صداقتكم. ايه بس نحن في لنا حسابات لسه مو مسكرة مع بويرس. مزبوط هالحكي، وهي انا هون مشان اسكر كل الحسابات، وبقدر ما كانت عداوتي كبيرة تجاهكم صداقتي كمان رح بتكون سخية كتير. شو يعني؟ لانه كارا بايدينا رح تقول انك موافق على كل شيء؟ شفت بعينك يا ابو هيران، اصحابي ما بيضربوا ضربتهم الا على الصاحي. المساومة عندكم القدرة لحتى توفوا الشروط يلي بدي اياها بخصوص كارا وبخصوص تسليم. صداقتك حلوة مع بويرس، بس هدول بيقدروا يقنعوني إلي بس. يعني ما بعرف إذا رح يكون من السهل إنكم تقنعوا الجنرال يلي كامش ولا كارا. كرم صداقتنا رح بتكفي الكل، اطمن، انت جمعنا معه
ونحن بنعرف كيف بدنا نقنعه لا تاكل هم. شو اللي وقع على راسك؟ احكي شو في؟ ما فيني اعيش بلا مانوليا. لا تحاكيني هيك بلسان العشاق. انا عايش من دون المعلم مراد، وانت بتعيش من دون مانوليا. شو عم تعمل انت؟ شفت بعينك؟ شفت بعيني كيف انك واحد محظوظ. السلاح تبعي من قلة الاستعمال صدق. هاي إشارة أكيد من قبل ما خلت حب مانوليا. أنا ممنوع أموت. وشو رح تعمل يعني؟ رح تزرع بكل بيت شجرة مانوليا؟ لا، الخلود لا يمكن يصير إلا بالفن. رح ألف أجمل أغنية سمعتها ورح تسمعها مانوليا. العشاق كلهم لآخر الزمان رح يغنوا الغنية اللي رح ألفها، وهيك مانوليا رح تضل عايشة للأبد بكل جمالها وبروحها. وهلا هيك صرت انا مديونه لإلها. سهله، تعزميني على الغدا وبنطلع تمام، بس على شرط رفيقي ما راح يكون معنا هالمره. بلا ما يعرف بيزعل بعدين. انت قرر الزمان والمكان. بكل سرور. بشوفك بخير. خلصت قضلتك يا توركوت. معلم، إذا بروح على مزاد تاني بهذا الشكل بقلل من مقامكم. صفية قرخلي عم تعمل مزاد جديد؟ لا معلم، وقت استدعيتني فكرت رح تبعتوني على انجلترا. كل شي في سندات لإلنا بشركات مراد بتبيعهم على الأخير. آخر الأسبوع لازم يكونوا منباعين. معلم، في شي مشكلة بخصوص مراد؟ بالمشكلة كتير كبيرة يا توركوت. مراد انتهى، وطبعا شركاته رح تنتهي وراها، وبلا ما ننهي حالنا مع مراد كمان، ما هيك؟
مراد انت رجال، من هلا انت اخي. اللي شو بتحب؟ ايغور هلا اخوك، يلا اطلب. صداقتك بتكفيني. سيرجي هات العقد، بدنا نوقع. مراد رح يكون شريكي الوحيد. حزوف منيح. اخي ما في اي تطابق بين اللحن والكلمات. لا تخليني طربق الدنيا على راسك، لا تخليني طالع مفتاح الصول. حزوف منيح. يا منول لقيتها. شو لقيت؟ شايف كيف تضامن الفريق؟ لك اخجال من حالك، تعرفني من 10 سنين وما طلع صوتك؟ قول يا منول لقيتها. شو لقيت؟ شايف كيف تضامن الفريق؟ لك اخجال من حالك، تعرفني من 10 سنين وما طلع صوتك؟ اخي عمران ابي يعرفني من 3 شهور بس ولقاني اللي بدي اياه. ديس. شو لقيت عمران؟ من وين بلش؟ من المي ولا من الفا؟ لا تخليني بلش فيك ضرب هلا، بعد من قدام. لقيت كيف بدي خلد اسمه لمراد علمدان، رح اعمل له فيلم لإله. كيفك حبيب؟ اخي كان في عندك اخ بيكتب مسلسلات تافهه عن النسوان، شو عم يعمل هلا؟ ابعت لي اياه بسرعه حبيبي. اخي ان شاء الله الف مبروك، مظبوط كلامك، وانا بامرك مشان الموسيقى. بالاول عرفت كيف تمسك الكمان، بهالسرعه بعته لاخوك احسان؟ لك يا ابني اجته فرصه العمر لتحت رجليه، راح يعمل فيلم اكبر رجل شافته تركيا. انت بس قل له اسم الفيلم هو رح يجي ركض اصلا. العلم دار. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقا. شو عم تعملي؟ عم بحاول اتصل بمراد. شو بدك بمراد؟ خليه يجيب لي بنته رهف. سيد عمر لوين رايح؟ ثلاث أماكن مناسبة من الناحية الأمنية للاجتماع سيدي، اللي بيعجبكم رح يتم تجهيزه مشان الاجتماع بأقرب وقت ممكن. بهي السنة حابب شوفه بمفهوم مختلف. مثل شو بتحبوا تشوفوا؟ حضر الاجتماع بأوتيل كتير فخم ويكون آمن بشكل كبير. أمرك سيدي. مارغريت، تفضل
تفضلي شوفي، مراد هلا صار شريك بأكبر شركة طاقة موجودة بالمنطقة. ألف مبروك، كان معكم حق. مراد فاجأني كتير. مراد لسه بده يفاجئك كتير يا مارغريت. دعوتنا له رح توصلوا بأقرب وقت. رح تدعي لمراد ليحضر الاجتماع الكبير؟ مراد من هلا صار بارون تركيا الجديد، لهيك اكيد رح يشارك بالاجتماع. مو بكير شوي مشان تدعي لمراد على هذا الاجتماع؟ مو لازم بالاول نشوف فعاليته بالمنطقة بصفته بارون؟ شوفي، اذا ما قدمنا مراد لاخوتنا على انه هو بارون تركيا ما رح يقدر يمتلك القوة الكافية. وأنا ماني ناوي أترك قطاعات الاستراتيجية بإيد جماعة الدولة العميقة أو بإيد اللاعبين الدوليين التانيين. ما عاد نكرر هالغلط. نو. عن إذنكم.